السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى أكلة دي بعشقها. مش بحبها، بس أنا بموت فيها. أكلة تحفة. طبعا أنا اللي عاملاها. رنجة. وهنا سردين، أنا اللي عاملة السردين. بصوا أحمر وتحفة. وكمان عملت البسارية. وهنا رنجة عاملاها بقى إيه زي سلطة الرنجة. بس ما بحطش الخيار، بحط طماطم وبصل أخضر. هنا بقى السردين بطلعه وبشوفه بقى استوى ولا لأ. ده سايباه بقاله يعني قولوا 20 يوم. نسيته خالص وطلع بقى تحفة. بصوا بقى بطلعه. طبعا انا نزلت الطريقة قبل كده، ده سردين. ونزلت الفسيخ كمان، يعني نزلتهم على القناة. ونزلتهم كمان على الصفحة. بصوا، بجد تحفة وطريقته سهلة جدا، يعني ملح وشطة. بس انا بغسله، يعني بحب اغسله واسيبه يتصفى خالص المية بقى الزفرة دي. وبعد كده ايه اسيبه 20 يوم، من 15 ل20 يوم. ما بياخدش وقت جامد. بصوا بقى بنضفه. اهم حاجه اللي عشان ما يبقاش السردين زفر. طبعا اول ما بتجيبيه بتغسليه كويس جدا من الخياشيم كمان. وبعد كده ايه تصفيه في مصفى، وتحطي عليه ملح يتصفى بقى طول اليوم، ياخد اليوم كله. وتسيبيه خالص. اول ما ينشف تبتدي بقى ايه تخلليه. طبعا احنا بنحط ايه في الخياشيم ملح وشطه. ونحط بقى رق السمك ورق الايه ورق الشطه وشطه وملح. يعني يفضل ملح خشن لو مش عندك الملح بتاعنا العادي. بصوا ما شاء الله، كمان كان في بطاريخ صغيره كده. ما شاء الله طعمه عسل بجد، حلو جدا جدا. كان طعمه جامد قوي. انا عماله اكل. بوري بقى عيالي. مش ريحته بقى النفاذة دي اللي مش حلوة، لا ريحته مقبولة حلوة قوي. دلوقتي ببتدي بقى اشيل بقى الراس والشوك، وانضفه خالص من غير بقى شوك ولا اي حاجة. طبعا على اساس ان ايه اقطعه قطع صغيرة على قد اللقمة كده. واحط بقى زيت وشطة وطحينة. اخر شوية طحينة هحطهم. طبعا عمالة اكل فيها. كانت حلوة قوي بجد، طعمها جميل. بصوا كده عملت الطبق اهو. بصوا عامله ازاي، حمرا جدا وطعمها بجد حلو قوي. جربوها بجد هتعجبكم. بشيل اللحم بتاع السردين. طبعا عشان ما يبقاش فيه شوك، بخلي بالي عشان الشوك بتاعه صغير. كده بعد ما خلصت ونضفت السردين، هبتدي بقى ايه اعمل عندي هنا البسارية. طبعا منضفاها. بصوا عامله ازاي، مش شايله بقى منها الراس ومنضفاها خالص. ومخللاها بجد تحفه جميله جدا جدا. بصوا عامله ازاي. ما شاء الله حلوه قوي. دي ما بتاخدش بقى ايه وقت كتير، يعني ما بتقعدهاش 3 ايام وبتاكليها. بصوا عامله ازاي بجد الاكله دي خطيره. يعني الواحد بياكل فيها كتير. هبتدي بقى ايه هعمل الرنجه. بس هنا ايه هحط بقى الطحينه. عندي شويه طحينه كنت عاملاهم. حطيت فيها شويه زيت. وقلبتها كويس جدا عشان بيبقى في الاخر كده بتبقى ايه تقيله شويه. حطيت شويه في البسارية وحطيت شويه كمان في السردين. هحط بقى شويه شطه. هي بيبقى فيها شطه، بس ايه لما بحط شطه كده وبحط ليمونه بتبقى حلوه جدا. عندي بقى هنا الرنجتين سايباهم في الفريزر، طلعتهم. وهبتدي بقى ايه اشويهم. بصوا
طبعا في ناس عندي بيحبوا الرنجة وما بيحبوش الفسيخ. ايوه رودينا بتحب بس الرنجة. انت بتحب السردين. محمد بيحب الفسيخ والسردين. مفيش الا رودينا بس اللي بتحب الرنجة، ما بتحبش ولا سردين ولا فسيخ ولا اي حاجة، ما بتحبش الاكل خالص عامة. انت بتحب الرنجة، انا عارفه انت بتحب ما شاء الله كل حاجة ما شاء الله. هنا بقى بصوا بقى، بعد ما شويتها هبتدي بقى انضفها. مليانة بطاريخ، بقطعها من ظهرها. بتبقى ايه، بتبقى السلسلة بتبقى سهلة ان انا اشيلها بتاعت الشوك. ده اللحم بقى مفهوش شوك، فباخد اللحم بس ما باخدش الجلد. بصوا بقت الاكله جاهزه اهي. هحط باقي الطحينه على الرنجه. حطيت فيها البصل الاخضر وحطيت طماطم، دي بقى بتبقى خطيره. وحطيت بصل اخضر هنا وحطيت بصل احمر وعليه خل. تعالوا بقى كلوا الاكله تحفه. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.